السلام عليكم ومرحبا بكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس وفي صحه جيده وراكم تجوزوا في اوقات جميله. صحه عواشركم بما انه انا في عواشر ودخلنا شعبان، ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نبداوها بصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. وكما كتشوفوا خواتاتي جيت نشارككم هاد يعني الكعكه اللي كنت درتها بمناسبه عيد ميلاد بنتي. في الحقيقه عندهم اللي جاز وما صبت باش يعني نقدم لكم هذا الفيديو. كما كتشوفوا هنايا نوري لكم في الجينواز اللي كنت درتها. هنا درت يعني زوج تاع لي جينواز. نخلي لكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف، هكا باش ما نكثرش عليكم الخدمه، بما اني كنت درتو من قبل هكا ما نبقاوش غير نعاودوا البنات. وهنايا هاديه بالنسبه للشونتيي. كما كتشوفوا هنايا استعملت انا هاد الكاس اللي راكم تشوفوا فيه اللي عندنا كاع منه في الدار. واستعملت نفس الكميه تاع الشونتيي. كما كتشوفوا هنايا قلت لكم نبدا ندير الكاس الاول تاع الشونتيي. وكما كتشوفوا اذا كان طحتوا في هاد النوعيه تاع الشونتيي انا شيتها بالميزان، اللي يعني احنا موالفين يعني النوعيه اللي موالفه نشريها انايا. تبدا هكا عاقده ومن بعدك نبقاو نضيفوا لها في الحليب، باش يعني تطلق هذيك الشونتيي. وهذه شونتيي العكس، يعني ديروا هذاك الحليب تحسوها جاريه طول. حتى انا في الاول كي استعملتها خلعت فيها ومن بعدك يعني عادي. تبدا هذيك الشونتيي تطلع معاكم في الاول، يعني تحسوا غير هذاك الحليب. وبعدها تبدا هذيك الشونتيي تطلع كيما شفتوا. كنت درت قلت لكم زوج كيسان تاع شونتيي حيقابلهم زوج كيسان تاع الحليب، ولا تقدروا ديروا الكيسان ما همش معمرين، يعني تضيفوا بشويه هذيك الشونتيي. هنايا بالنسبه لهاد الشونتيي حنعطيها نكهه تاع شوكولا. انا استعملت هذه الشوكولا بزاف تجي بنينه، اللي هي جزائريه. هذه الشوكولا طالع جزائريه، تصيبوها يعني تتباع في كل المحلات، راهي متوفره وتجيب بزاف. يعني الذوق تاعها يجي بزاف بنين. هكا كيما كتشوفوا نستعمل الباتور ونبدا نطلع في هذيك شوكولا مع الشونتيي هذيك. وقلت لكم البنات بالنسبه للذوق يجي هايل، يجي بزاف، تجي بزاف بنينه. هكا نكمل نطلعها هكايا حتى نشوف بليك، يعني تقدروا تزيدوا على حساب واش حبيتوا، زوج مغارف ولا ثلاثه مغارف. انا في الاول كنت قسمت الكميه تاع شونتيي، لانه كنت حابه نعطي لها ذوق واحد اخر، ومن بعدك في الاخر يعني اتخذت القرار اني نديرها كلها بهذيك شونتيي. هنا بالنسبه لهاد الجينواز حنشربها. واش نقول لكم البنات، اذا كنتوا يعني هاد الكعكه تاع عيد الميلاد حتوجدوها زعما نهار من قبل وغدوه من داك حديروا عيد الميلاد، تقدروا تشربوها يعني بهاد الكميه اللي كنت انا كتشوفوا فيها هنايا. كميه تاع الكاس هذايا اللي راكم تشوفوا فيه، درت المقدار هذايا ونبدا نشرب. يعني كل واحد يعني كل هذيك جينواز نعطي لها، يعني نقسم هذيك الكميه تاع سيون على 4 ونشربها بهذيك الاخر، هذيك الكميه تاع الشربات. اما اذا كنتوا يعني حتستهلكوها في نفس النهار ما ديروش هذيك الكميه كاع يعني تاع السيرون، باش ما تجيكمش مشربه بزاف. اذا كنتوا تحبوها مشربه اكيد يعني تستعملوا عادي الكميه بكلها. هنا كيما كتشوفوا نبدا ندير طبقه من هاد الكريمه. دائما نقول لكم بليك انايا في العائله تاعي ما يحبوش بزاف الكريمه، سورتو الزوج تاعي، على هذيك اللي يعني ندير على حسب الذوق تاعنا في العائله. اذا كنتوا تحبوا البنات هاد الكريمه بزاف تقدروا يعني ديروا طبقه يعني سميكه تكون بالسمك اللي راكو حابينه. هنايا حنديرها بذوق الفراوله، يعني حندير في كل طبقه حنغطيها بكميه من الفراوله اللي كنت هكا غسلتها وقطعتها دي بتي كارو. حتجي واحد البنه البنات، يعني ما شاء الله. سورتو اذا كنتوا طحتوا في فراوله اللي تكون يعني حلوه. كاين وين من داك نطيحوا في نوعيه يعني تكون شويه حامضه. كما كتشوفوا هنايا نزيد ندير هذه الطبقه الثانيه ونكمل نخدم نفس يعني بنفس الشيء اللي كنت خدمته في الطبقه الاولى. نشربها هكايا بكميه من هذاك السيرو. بالنسبه للسيرو كيفاش درتو البنات، شوفوا ديروا كاس تاع السكر يقابلوه زوج كيسان تاع الماء، تحطوه فوق النار كي تشوفوه غلى لكم 10 دقائق، هذاك الوقت تطفوا عليه. وضروري كي تجوا تستعملوه لازم يكون بارد، هذه حاجه باينه البنات.
فوالا هكا نزيد نكمل ندير لها هاد الطبقه تاع الفراوله. كيما دايما نقول لكم انايا بنتي الكبيره دينا اللي راني مسميه عليها القناه تاعي بزاف تحب الاعياد الميلاد، وسورتو كي يجي عيد ميلادها باش نقول لكم دير حاله عليه. قلت لكم كيما كنت قلت لكم البنات في البدايه، انا يعني عيد ميلادها كان جاست في 30 جونفي، وما صبت يعني الوقت باش نحط لكم الفيديو على هذاك الشيء اللي يعني حتى لدوكات باش كنت شويه مشغوله، وهاكو تعرفوا الواحد ماشي دائما يقدر ما نقدروش دائما نحطوا فيديو. على هذيك اللي كنت حطيت لكم الفيديوهات تاع المشتريات بما انه لازم وقتهم، ودوكا حبيت دوكا نشارككم هاد يعني الفكره. اذا كان عندكم عيد الميلاد هكا قرب لكم ولا مناسبه يعني تليق لكم هاد الكعكه وتجيكم بزاف بنينه. قلت لكم انا كنت درتها على 4 طبقات، وهذه هي الطبقه الاخيره اللي راكم تشوفوا فيها. دوكا نغلفها كاعتين هاد الكعكه من الطرف ومن فوق، نحاول يعني نسوي لها مليح هذاك السطح تاعها هكا كيما كتشوفوا. ومصدقوني البنات هاد الكعكه جاتني سهول في سهول بالخف، كملتها ما طولتش معايا كيما الكعكات اللي مالفه نديرهم. ندير لها تزيين بسيط. انا حندير لها يعني هاد الورق، وهو يعني غذائي يجي فيه تصاور راهم يبيعوه اللي يبيعوا تاع الكاطو، يعني اشكال وانواع سواء تاع حبو تاع البنات ولا تاع الولاد كيما كتشوفوا هنايا. انا عجبتها بنتي هديه، وفي الحقيقه كانت عمتها كانت شرات كانوا عندها زوج ومدت لي هديه، هي خيرتها. يعني بنتي هي اللي خيرت ندير لها هديه. فوالا وكنت يعني درتها لها هكايا، خليتها لها الوقت اللي جا عيد ميلادها ودرتها لها كيما كتشوفوا فيها. هاوليك نخلي لكم البنات بالنسبه يعني القناه تاع لوستي عندها قناه اذا تحبوا حتى هي دير انواع تاع لي طاخت بزاف شابين وطياباتها هايلين. اذا تحبوا تتبعوها نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف تاع القناه تاعها. هي دنيا الطبخ، ديروا دنيا الطبخ تخرج لكم، ولا دنيا كويزين. هذه هي حنعطي لها هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. نستعمل هكا البوشودوي، واستعملت هذا يعني هاد لادوي اللي راكم تشوفوا فيها راني نخدم بها. حنعطي لها غير هذا الشكل، قلت لكم شكل بسيط وما تعبتش قايتين فيها، وجات يعني ما شاء الله يعني في الشكل في الشكل تاعها وهكا في يعني استعملت تاني. شوفوا درت لها كل حاجه واش الحاجات اللي تحبهم. هي تحب الكريمه، درت لها هاد الكريمه اللي راكم تشوفوا فيها هكا على شكل زهره كيما كتشوفوا. هاولي كيفاه شكلتهم، وزدت درت لها هاد النوع تاع الحلوى هي تحبهم تاني بزاف تموت عليهم. طاحت فيها يعني عجبتها بزاف، وصراحه بزاف فرحت بهذا العيد الميلاد. كيما نحب نعرفوا الولاد الصغار يحبوا هكا الميكيات، ويعني يحبوا هذوما الاشياء اكثر من اللي يحبوا يعني الحوايج اللي يشبهوا بهم لينا احنا الكبار يفرحوا بهم بزاف. فوالا هكا نكمل قاعدين هاد الكعكه نعطي لها هاد الشكل اللي راكم تشوفوا فيه تاع الازهار. بالنسبه لبنات الجينواز قلت لكم نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. وفعلا البنات تقدروا يعني تعتمدوه وما تخافوش قاعدين منه، ويجي يعني ما شاء الله في البنه تاعو يتشرب يجيكم هايل وخفيف. اذا جربتوه ماكمش راح تندموا عليه. كان هذا هو الشكل النهائي تاع الكعكه اللي كنت درتها معكم هكا. شبحتها مع الطرف باللوز ايفيلي بيان سور، كنت حمصته وخليته برد هكايا بجيه. واذا كان شفتوا بليك الجينوا عفوا كريمه شانتي دابت معكم شويه تقدروا يعني ديروها في الفريجيدار وتكملوا من بعدك تخدموا هكايا عليها. قلت لكم هذا هو الشكل النهائي تاع كعكه عيد الميلاد اللي كنت حضرتها بمناسبه عيد ميلاد بنتي دينا. نقول لها بالصحه والهنا، وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب، وربي يطول لي في عمرك ويحفظك ان شاء الله. كيما كتشوفوا هاوليك هذه هي كانت دارت 4 سنين الله يبارك، ربي يعيشها لي ويطول لي في عمرها، وان شاء الله
نشوفها هكايا وهي كيما قلت لكم في اعلى المراتب. فوالا هذه هي شاركتكم هاد الكعكه، ان شاء الله تنال اعجابكم. نتلاقاو في فيديوهات اخرى. دائما نقول لكم خواتاتي ما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كاع الجديد. تهلاو في رواحتكم وفي ناسكم وحبابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.